بالنسبة لي التقييمات: محمد صبحي في حراسة المرمى ياخد 5/10. عمر جابر كان كويس النهارده ياخد 5.5/10. محمود بنتاي كان كويس النهارده، شفت لما بترفع اوفر على راس المهاجم ايه اللي بيحصل؟ بيجيب هدف. فمحمود بنتاي النهارده ياخد 6.5/10. حسام عبد المجيد سيء طبعا، ياخد 1/10. وعجبتني قوي تغييرة احمد عبد الرؤوف، عجبتني 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 عجبتني، يعني التغييرة نفسها تاخد 10/10. محمد اسماعيل في الالتحامات عايز شغل شوية شويتين، ولكن ياخد 4/10. دونجا لعيب بصراحة من أفضل لعيبة الزمالك الموسم ده من أول السيزون. ممكن في ماتش أو ماتشين ما كانش أفضل حاجة، ولكن ثبات مستوى كان ممتاز. دونجا النهاردة كان ممتاز، فيستحق 7/10. عبد الله السعيد 5/10. محمد شحاتة ما بعد الرجوع من الإصابة عامل ماتش كويس مقارنة بيه إن هو راجع وما كانش بيلعب، أو مقارنة بإن هو كان مصاب فكان بعيد عن رتم الماتشات، فياخد 5/10. خوان بيزيرا أتمنى طبعا إن الإصابة ما تبعدهوش عن ماتشات السوبر، ياخد 5/10. ناصر ماهر حبيبي 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 ياخد 8/10. رجل الماتش طبعا. الاستلامة على الفخذ وان الكورة تروح قدامه، الاستلامة بالطريقة دي مش اي لعيب يعملها، وانه يحط الكورة بوش رجله برضه مش اي لعيب يعملها. ناصر ماهر بس هو اللي يقدر يعملها داخل الدوري المصري، او داخل لعيبة الدوري المصري يعني. سيف الدين الجزيري كان حلو النهاردة، ياخد 5/10. التبديلات: المهدي سليمان لا يسأل عن الهدف، ياخد 4/10. احمد فتوح كان ممتاز النهارده، سبحان الله كان ممتاز النهارده. عنده امكانيات يلعب، لو اجتهد يلعب يعمل جبهه مع بنتايك، جبهه بسم الله ما شاء الله. الزمالك كان عاملها زمان مع فييرا ابو ياسين في دوري 2013، جبهه محمد عبد الشافي وصبري رحيل، كانت جبهه ممتازه. الزمالك كان ساعتها كان بيقدم كوره ممتازه. ليه الزمالك ما يعملش جبهه زي دي بقياده فتوح؟ لو ركز في الملعب وركز في اللعب مع بنتايك هتكون جبهه من نار وجبهه كويسه جدا، خصوصا ان الاثنين حريفه. بنتايك قوي دفاعيا وقوي هجوميا وقوي في الالتحامات، مع لعيب زي فتوح عنده المهاره، عنده الكنترول على الكوره، عنده الباص كويس، عنده المهاره، فهتكون جبهه كويسه.